السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعاده. فيديو النهارده ان شاء الله يكون سهل وسريع. ازاي تستخدمي الفخار لاول مره وتحافظي عليه اكبر فتره ممكنه، ونستفادوا كده كلنا بالمعلومه للي ما عندهوش المعلومه. معايا هنا الطاجن اللي بيلمع من بره ومن جوه، كمان معايا الوعي فيه اللمعه اللي من جوه ومن بره لا، وكمان معايا طواجن الزبادي دي، او ممكن تستخدميها في اي حاجه كمان بتلمع من جوه ومن بره، يعني ايه عاديه كده. لو عندك الطاجن اللي من بره ومن جوه ما فيهوش اللمعه زي الحته دي بقى بيبقى لها شغل خاص بيها. بتدهنيها بالعسل من بره ومن جوه وتحرقيها بقى في الفرن. كمان بعد كده بتطلعيها تغسليها وبتدهنيها بقى بالسمنه وتدخليها الفرن تاني، وتطلعيها بقى تمسحيها او تغسليها وتستخدميها. اما بالنسبه للطواجن دي فلها بقى شغل تاني. اول حاجه بقى رايحين نمسكوهم نغسلوهم كده بالليفه. الطواجن معايا هنا بقى همسكها تحت الميه كده، راح اغسلها بالليفه. بتغسليها بقى من التراب بالشكل ده. بتغسليه كده بالليفه وتخلي بالك لان اي خبطه راح تأثر عليه وراح يطرشق منك بالشكل ده اهو. بعد ما غسلناهم بالليفه والصابونه، لو عندك بقى السده بتاعه المصفى دي ممكن تحطيها وتملي الحوض وتبيتيهم في الحوض. ما عندكيش بقى السده، املي بقى مجور زي ده كده، وابداي ايه حطي فيه الطواجن بتاعتك بالشكل ده. رايحه اسيبهم ليله كامله علشان يتشربوا من الميه ويعتقوا كده. وكمان رايحه اضيف معلقتين كده من الخل. فايده الخل ده بيسحب اي ريحه في الفخار تكون موجوده فيه. بعد ما بيتناهم ليله في الميه بخل وعرفنا احنا حطينا خل ليه، مسكتهم بقى صفتهم وشطفتهم تاني بميه نظيفه. بعد كده بقى بتمسكيهم تنشفيهم كويس قوي من الميه. بعد كده بقى انا مسخنه الفرن على اعلى درجه. هدخلهم الفرن في حدود تلت ساعة نص ساعة كده على درجة حرارة 220. بعد ما دخلناهم الفرن في حدود تلت ساعة بتطلعيهم بقى من الفرن على قاعدة خشب زي دي او على فوطة، علشان خاطر لو تطلعيهم من سخن لساقع رايحين يفرقعوا منك. فخدي بالك بقى لازم تطلعيهم يا على فوطة يا على قاعدة. حبايبي يا رب اكون كده وصلت لكم المعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.